بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن المجامع الكنسية في العصور الوسطى. فمع انتشار المسيحية واتساع نفوذ الكنيسة أصبحت هناك حاجة ماسة إلى عقد المجامع الكنسية منذ القرن الرابع الميلادي للبت في المسائل المعقدة التي صاحبت انتشار المسيحية. وكان هذه المجامع أهمية كبيرة في تنظيم شؤون الكنيسة وتدعيمها. وتنقسم المجامع الكنسية إلى المجامع المسكونية العالمية والمجامع الدينية المحلية ومجامع الأسقفية. أول حاجة المجامع المسكونية أو العالمية. أول عنصر فيها مهام المجامع المسكونية. إيه مهامها؟ اهتمت المجامع المسكونية أو العالمية بالبت في المسائل المعقدة التي صاحبت انتشار الديانة المسيحية كالخلافات المذهبية التي أثارت الجدل بين المسيحيين شرقا وغربا. كما عقدت هذه المجامع لإرساء النظم الكنسية وتنظيم شؤون الكنيسة. ولأن هذه المجامع ذات طابع عالمي كان يحضرها الأساقفة ورجال الدين المسيحي من كافة أرجاء العالم. تاني عنصر يعد الأباطرة أصحاب الحق في الدعوة لعقد هذه المجامع المسكونية حتى القرن السابع. وفي البداية وحتى القرن السابع الميلادي كان الأباطرة أصحاب الحق في الدعوة لعقد هذه المجامع المسكونية. ثم تغير الحال منذ القرن السابع الميلادي عندما نص القانون الكنسي على أحقية البابا في الدعوة للمجامع المسكونية. وظلت الأمور تسير وفق هذه القاعدة إلى أن حدث الانشقاق الديني بين الكنيستين الشرقية والغربية ابتداء من القرن التاسع الميلادي. أمثلة على المجامع المسكونية منها مجمع نيقيا. مجمع نيقيا سنة 325 ميلاديا الذي دعا إليه الإمبراطور قسطنطين الأول للبت في الخلاف المذهبي بين أتباع أريوس وأثناسيوس حول طبيعة السيد المسيح، والذي أدان أريوس وأتباعه. وكان أريوس يدعو إلى طبيعة واحدة للمسيح وهي الطبيعة الإلهية، بينما كان أثناسيوس يدعو لطبيعتين في المسيح، الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية. تاني مثال مجمع القسطنطينية الأول. دعا الإمبراطور سيودوسيوس الأول إلى عقد مجمع القسطنطينية الأول في سنة 381 ميلاديا، وكانت أهم قراراته تدور حول تأكيد ما جاء في مجمع نيقيا سنة 325 ميلاديا. كما قرر المجمع أن يحتل أسقف القسطنطينية المرتبة الثانية بعد أسقف روما، لكون القسطنطينية هي عاصمة الإمبراطورية الجديدة. ثالث مثال مجمع إفسوس الأول. مجمع إفسوس الأول دعا إليه الإمبراطور سيودوسيوس الثاني، وحسم هذا المجمع الخلاف الدائر حول طبيعة السيد المسيح بين كيرلس بطريرك الإسكندرية ونسطورس بطريرك القسطنطينية. ووفقا لقرارات المجمع فقد تم عزل الأخير من بطريركية القسطنطينية نظرا لقوله بأن السيد المسيح بشرا وليس إلها. رابع مثال مجمع خلقدونيا. دعا إليه الإمبراطور مرقيان عام 451 ميلاديا، أقر بوجود طبيعتين للسيد المسيح، أحدهما إلهية والأخرى بشرية. وأدان هذا المجمع مذهب الطبيعة الواحدة الذي يغلب الطبيعة الإلهية في السيد المسيح. خامس مذهب مجمع القسطنطينية الثاني. جاء الإمبراطور جستنيان الأول ودعا إلى عقد مجمع القسطنطينية الثاني في سنة 553 ميلاديا في محاولة لإرضاء أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة، خاصة في الولايات الشرقية في مصر والشام وفلسطين. تاني نوع من أنواع المجامع الدينية المحلية. هي مجامع دينية كانت تعقد على مستوى عدد من الأساقفة في بلد ما من بلدان الغرب الأوروبي لبحث المسائل التي تخص أسقفيتهم، أو للبحث عن حل مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى تكاتفهم لحلها. وقد تطور هذا النوع من المجامع إلى مجامع إقليمية منظمة يقوم بالدعوة إليها رئيس الأساقفة في كل إقليم، بحيث يدعو أساقفة الإقليم لبحث مسألة من المسائل التي تخص كنائسه. وقد أسهم هذا النوع من المجامع في توحيد النظم الكنسية ومقاومة النزاعات الانفصالية في الغرب الأوروبي. ثالث نوع من أنواع المجامع الأسقفية، وهي المجامع التي يقوم بالدعوة إليها الأسقف ويحضرها كافة القساوسة التابعين لأسقفيته لتدارس بعض الأمور المتعلقة بكنائسهم. ولكي نفرق بين القساوسة والأساقفة لابد أن نعرض السلم الكنسي. فالذي يحتل المرتبة الأعلى البابا، ثم يليه البطاركة، ثم يليه الأساقفة، ثم القساوسة، ثم الشمامسة.
وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.